السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة بجد. هو ده الراعي الرسمي في الشتاء، طبق البليلة باللبن. حاجة كده جامدة من الاخر، طعمه تحفة جدا. عايزة اقول لكم طبق البليلة ده مغذي جدا للاطفال، وكمان بيساعدهم على التركيز. وجبة مشبعة جدا، تنفع للفطار وتنفع كمان للعشاء. حلوة قوي، ان شاء الله هتعجبكم وتعجب ولادكم، واحلى كمان من اللي بنشتريها من بره 100 مرة. يلا يا حبايبي نشوف طريقتها ونشوف احنا هنعملها ازاي. احلى حاجة بقى في البليلة انك من اقل كمية، يعني لو عاملة نص كيلو من الغلة بس، هتعملي اكبر حل عندك، وبكده ممكن توزعي على حبايبك كمان منها. يلا يا حبايبي نشوف احنا هنعملها ازاي بأبسط طريقة في البيت. بس يا ريت تدعموني بلايك واشتراك لو أول مرة تشوفوني. أول حاجة يا حبايبي، قبل ما تعملوا البليلة، لازم طبعا تختاروا نوع القمح. لو قمح بلدي زي اللي أنا هعمله ده، يبقى لازم يتنقع قبليها بيوم. لكن لو قمح من عند العطار، بيبقى فيه قمح كده، غلة كده او غلة مقشورة. الغلة دي بتبقى مش محتاجة خالص نقع، يعني ممكن تنقعيها ساعة واحدة وبعد كده بتحطيها على النار. لكن انا كان متوفر عندي الغلة البلدي دي، فجبتها غسلتها كويس قوي قبليها بيوم، وبعد كده حطيتها في مية نقعتها ليلة كاملة. خلاص، لازم القمح البلدي يتنقع ليلة كاملة. جيت تاني يوم، صفيتها من المية وحطيت لها ميه نظيفه، وحطيتها في حله ستانلس كده عشان تساعدها على ان هي تستوي بسرعه. دي اول حاجه، ان احنا بنحطها في حله ستانلس عشان تستوي معانا بسرعه. بعد كده بنضيف لها معلقه سكر. معلقه السكر دي حلوه جدا، بتخلي حبايه الغله تنفش معايا كده بسرعه وتستوي معايا اسرع. خلاص، بسيبها بقى على النار مع نفسها كده، يعني ما بتغلي معايا بوطي عليها خالص، وبتقعد حوالي ساعة الا ربع على النار لحد ما تستوي. هوريكم دلوقتي شكلها خلاص لما تدخل في السوا. بصوا بقى، ده كده كان خلاص، كانت قربت تستوي معايا. انا بس زودتها شوية مية وقلبتها عشان ما تلزقش مني، وسبتها كمان ربع ساعة، يعني خدت حوالي ساعة على النار. خلاص هي كده كانت خلاص استوت معايا. ولسه كمان عايزة اقول لكم ان انا هكمل سواها في اللبن كده حوالي نص ساعة، عشان تبقى بصوا دايبة كده في البق وبتبقى طعمها جميل. خلاص، هبتدي بقى كده، انا طفيت عليها، هبتدي ان انا اجهز الحليب معايا او اللبن. هجيب مثلا كيلو او كيلو ونص من اللبن، وطبعا عايزة كوباية ونص من السكر، وعايزة ظرف من الفانيليا، وعايزة معلقتين من القشطة. لو عندكم وش لبن، زي ما انا كان عندي وش لبن فهحطه. ده بديل للقشطة، بيديها طعم وقوام، ما اقولكوش طعمها بيبقى حلو قوي. هضيف بقى السكر، انا كل ده مهدية على اللبن عشان ما يفورش مني. بضيف السكر، وبضيف المعلقتين الكبار من القشطة. كل ده زي ما انا قلتلكوا على نار هادية، بس لحد ما السكر يدوب معايا كده بالقشطة. دي المعلقة التانية هي من القشطة. ببتدي بقى ان انا احط البليلة واحدة واحدة كده، الكمية اللي انتوا عايزينها ضيفوها وقت الاكل في اللبن. الكمية الباقية لو عايزين تعينوها في الفريزر زي ما هي كده من غير حليب، عينوها في اكياس وطلعوا حسب احتياجكم. خلاص، انا هبتدي بقى ان انا اضيف بقى كل الكمية بتاعتي. يبقى انا كده حطيت السكر والفانيليا والقشطة. خلاص، عايزين تضيفوا كريم شانتيه، جميل قوي لو حطيتوا معلقتين من الكريم شانتيه بدل القشطة، ودوبتوهم في شوية مية، بتبقى حلوة قوي وطعمها بيبقى جميل. بس القشطة هنا بتديها قوام وبتخليها غنية جدا وطعمها جميل. كده انا ضفت الفانيليا، فاضل حاجة واحدة بس بتخلي طعمها حلو قوي. جربوها بقى ومش هتندموا. قبل كده ما البليلة بطفي عليها،
انا بكون مجهزة نص كوباية من جوزة الهند على نص كوباية من الزبيب. انا بحب احط الزبيب كده وجوزة الهند معاها كده وهي بتغلي. ليه بقى؟ عشان حباية الزبيب بتنفش معايا كده وبتستوي معاها وبتبقى طعمها حلو جدا. قبل ما هطفي هضيف الايه اللي زي ما انا قلت لكم، الزبيب وجوزة الهند. كل ده على نار هادية جدا عشان ما تتلسعش مني. خلاص هي كده مستوية معايا اهو. انا كده هضيف الزبيب وجوزة الهند، يا دوبك ياخدوا غلوتين كده 10 دقايق وهطفي بقى، وكده خلاص تبقى البليلة جهزت معايا. يا رب يا حبايبي تكون طريقتي بقى عجبتكم. بجد جربوا الطريقة دي، طعمها بيبقى حلو جدا. عايزين بقى تحطوا مكسرات بقى في التقديم اللي يريحكم، اللي انتوا عايزينه. كده خلاص هي جهزت معايا. انا هطفي عليها وابتدي ان انا اغرف في الاطباق. طعمها جميل جدا، عايزاكم بقى ان شاء الله تجربوها. مستنية بقى تعليقاتكم، مستنية تطبيقاتكم. بس يا حبايبي بقى لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. وبكده تبقى احلى بليلة جهزت معايا. وبألف هنا وشفا يا حبايبي. شكرا حبايبي لمتابعتكم.